التعايش مع الشخص النرجسي يمكن أن يكون تحديًا، حيث يمكن أن تؤثر السلوكيات ونمط التفكير على العلاقات الشخصية والعملية بشكل سلبي. إليك بعض النصائح التي قد تساعد في التعايش مع الشخص النرجسي. أولًا، فهم الحالة. حاول فهم أن الشخص النرجسي يعاني من اضطراب في الشخصية، وهذا يؤثر على سلوكياته وعلاقاته. ثانيًا، تحديد الحدود. حدد حدودًا واضحة في العلاقة مع الشخص النرجسي وتأكد من عدم تجاوزها، وكن حازمًا في تطبيق هذه الحدود. ثالثًا، التواصل الصريح. حاول التواصل بشكل صريح وواضح مع الشخص النرجسي وتجنب اللعب النفسي أو الاستفزازات. رابعا، التفهم والصبر. حاول أن تكون متسامحا وصبورا في التعامل مع الشخص النرجسي وحاول فهم العوامل التي تؤثر على سلوكياته. خامسا، البحث عن الدعم. قد تحتاج إلى البحث عن الدعم النفسي من خلال مشورة مختصين لمساعدتك في التعامل مع الشخص النرجسي وتحسين العلاقة معه. سادسا، التركيز على الذات. اجعل من الأمور الشخصية والصحة النفسية والرفاهية الشخصية أولوياتك، ولا تدع سلوكيات الشخص النرجسي تؤثر سلبا على حياتك. يجب أن تكون هذه النصائح إرشادات عامة، وقد يتطلب التعامل مع الشخص النرجسي المزيد من الجهد والصبر. من المهم أن تحافظ على صحتك النفسية وعلاقاتك الشخصية الأخرى، وعدم السماح لسلوكيات الشخص النرجسي بالتأثير السلبي على حياتك بشكل عام.